يا نهار اسود، يا نهار اسود، يخرب بيته. ايه ده؟ في ايه يا جماعه؟ انا استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ انا كنادي الزمالك استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ يخرب بيت ميتين امك، ما انت دماغك وروحك مش فيك، انت اللي فيك وفي دماغك الشيطان. الحمد لله جبت 2 من 3 في توقعات الرويال رامبل، والدنيا نيله والله يعني. بس والله يا جماعه بجد ايه ده؟ يعني ايه اللي انا شفته امبارح ده؟ يعني فين العرض؟ معلش يعني انا مش بادئ الحلقه متعصب ولا بادئها متحمس، انا بادئها بلا شغف. يعني الرامبل انا ما حسيتش بيها وما اظنش حد حس بيها، فتعالوا كده نشوف الرامبل دي بتقول ايه. بدأنا نزالات الرجالة بنزال الفينومينال اي جي ستايلز ضد جونسر. نزال حلو ويميل كمان للممتاز والله على فكرة، وده طبيعي، 2 اساطير اداء منطقي يطلعوا بنزال زي دوت. وشفنا كمان في النزال استهداف من ستايلز لرجل وركبة جونسر عن طريق حركة الاستسلام بتاعته يعني. وممكن حاجة كمان عجبتني ان جونسر ما كانش ليه سيطرة مطلقة، بل كانت سيطرة متبادلة بين الاتنين. لكن نيجي بقى للأسف للنهاية. والله يا جدعان أنا توقعت ستايلز عشان قلت إن الشركة دي مش بالغباء إنها تحرق نتيجة نزال زي ده، لكن هم أغبياء وبيثبتوا ده كل مرة. جونسر بسليبر هولد بنفس سيناريو سينا للأسف يخلي ستايلز يغمى عليه، ورسميا نهاية مسيرة ستايلز في الدبليو دبليو اي. في الدبليو دبليو اي، لان بعد النزال شفنا ستايلز بدل ما كان هيخلع الجلوفز اللي هو لابسها في ايده ديت وهيحطها على الرينج، قرر انه مش هيخلعها وانه هيلبسها تاني. معرفش ده تلميح لايه، مش متعشم ان ستايلز يكمل، ممكن عادي جدا يطلع انها لقطة معمولة عشان يفرحوا الجماهير وكده. بس بفكر فيها برضه، بقول هي كانت اولى تحصل لسينا، بس ممكن حالة سينا مختلفة عن ستايلز، انا معرفش. هل ممكن ستايلز يبقى اول اليت؟ يا رب واتمناها، ما اتمناش يروح التي ان اي، لان التي ان اي ما فيهاش حد يا جماعه يقدم معاه حاجه اصلا. لكن انت عندك الاي اي دبليو بسم الله ما شاء الله، عندك ذربيح ماتشات احلام. تخيل ستايلز بدل ما كان مثلا بيلاعب لوجان بول هيبقى بيلاعب مثلا في اول ان ويل اوسبري. يا نهار ابيض، يا نهار، مش متخيلها اصلا، بس ما علينا. متحمس لجراند سلام ومتحمس جدا لريفوليوشن، لان ممكن ستايلز يظهر فيهم وانصحكم تتابعوهم يعني. كمجمل الماتش ده انا ما بحبش التقييم الرقمي، لكن انت لو عايز تقييم رقمي الماتش ده يتقيم ب4 من 5. ماتش حلو جدا على فكره وعجبني كعمر يعني. فالماتش ده حلو، نهايته الى حد ما منطقيه وفيها احترام شويه لستايلز انه ما استسلمش، هو اغمى عليه. فانا تمام خلاص، يعدي معايا الماتش دوت يعني خلاص. بعدها دخلنا لنزال بين درو ماكنتاير وسامي زين. نزال مد قوي كعادة نزالاتهم يعني، مفيهوش غير سبوت واحد وهو كسر الترابيزة على سامي زين. يعني كعادة نزالات سامي زين ودرو، نزال اتكرر 11 مرة، اكيد مش دي مختلفة يعني. وانتهى النزال بفوز درو وانا فرحان بده. سامي يا جدعان وصل لحتة صعبة قوي بسبب الشركة على فكرة. سامي زين مصارع ممتاز، لكنه ما بقاش ينفع يبقى بطل عالم دلوقتي، واتمنى الشركة دي تحاول تصلح اللي هم عملوه وحلبهم لسامي الاندردوج ده، لان ده عنده السنة الجاية منيا في السعودية، فلازم يبقى مؤهل لدور المين ايفنت سين. ما ينفع، لان سامي زين يا جماعة في السعودية هو اكيد هيبقى في المين ايفنت سين، فحاول تبنيه السنة ديت ابوس ايد اهلك انت اصلا، بس انت ما بتعرفش تبني، فما اظنش ان انت تعرف تعمل حاجة. نزال قلت زي ما قلت لك هو ميت جدا، يتقيم لو هنتقيمه من 5 هو ياخد 2 من 5 مثلا يعني كده حاجة هبلة. واخيرا نزال الرويال رامبل. بدأنا الرامبل بدخول اوبا، والحماس عندي عالي خاصة لما لقيت ان اللي داخل لاوبا هو بروم بريكر. هنا بقى انا قلت ايوه ده صح، الشركة دي عايز تبدأ الرامبل بقوة، دي حاجة حلوة. لكن في دخول بريكر ملثم بيضربوه، يا الهي انها مفاجأة كبيرة. ايه يابا بقى، في ايه يا عم؟ هي كلها بقت ملثمين يا عم. المهم يعني ان الملثم ده ضرب بريكر، طلعوا الحلبة واوبا يقصي بريكر. صراحة مش هنكر انا اتحمست الصراحة مع اللقطة دي. بعدها بقى دخل جوبرز الاتحاد يعني، واوبا خرج له يجي 6 منهم اصلا، لحد ما بدأت الحلبة تتملي ودخل بقى ناس زي تريك ويليامز
ودخل جيفون ايفنز ومستر اجوانا وحاجه يعني هم والله العظيم، حاجه ما يعلم بقى الا ربنا. لحد ما في رقم 11 يدخل مين؟ ايوه كودي رودز. وكودي دخل عمل حركتين كده وفض حبه من الحلبه، عشان بعدها يجي دور الجراندي امريكانو يدخل ويعمل الكوميديا اللي الله يحرمنا منها والله، عشان بعده يظهر مين؟ ايوه الامريكان الاصلي تشاد جيبل يرجع. تشاد جيبل النجم المصارع المصارع الخرافي بيرجع في نفس الشخصيه وما بياخدش اي بوم من الجمهور، حاجه يعني هم. ما علينا، المهم ان الاتنين بيخرجوا بعض. هل حد دلوقتي يا جماعه من اللي انا بحكيه ده حد حس بحماس بالرامبل؟ ما اظنش خالص. رقم 14 جه وفجاه رويس كيز اي باور هاوس هوبز بيعمل الديبيو بتاعه، ويعني عمل له حركتين بعدها اتكون. والصراحه يا جماعه لسه ما يتحكمش عليه اكيد دلوقتي، عشان بعدها يدخل برونسون ريد واوستن فيوري، وبقى حبه طبعا تاك تيم انتكس وكده، وانا بنام يعني من الملل. لحد ما يرجع لك بقى اي نايت. دخل نايت والصراحه فرحت انه اخد لقطه باقصاء سيوري وريد، والجمهور تفاعل مع اللقطه دي جدا، يعني كان في تفاعل حلو من الجمهور اللي كان ميت اصلا طول العرض يعني، ففرحت النايت الصراحه. عشان بعد نايت يدخل الوحش بروك ليزنر. دخل ليزنر وطبعا فضل الحلبة شوية وعمل فيس اوف خطير مع اوباثيمي، وعجبني الصراحة ومتحمس لنزالهم جدا. وبروك طبعا قدر يخسي اوباثيمي وري فينيكس وإليا دراجونوف اللي زعلت على طريقة تعاملهم معاه وانه طلعوه ان هو دمية في ايد بروك. وفضلنا مكملين لحد ما دخل الرقاصة جاي سوسو، وهي بتهز اتفاجئ لك ان نايت وكودي بيخسوا ليزنر. يعني طلعت مني كلمات واصوات وحشه ساعتها والله، زي ما طلع مني كلام قبيح واصوات اقبح. يعني بروك ليزنر اللي انت باينين ان هو اقصى لك اوباثيمي واقصى إليا دراجونوف، بتبينه ان هو مهزأ بيتقصي في فاصل اعلانيه. غباء والله العظيم غباء. لقطه اقصاء بروك ليزنر ديت يا جماعه والله يعني دي كانت تاخد بوم قوي جدا، لكن هنا ما اتعملت ومحدش مركز مع الحلبة. تخلف عقلي والله. المهم ان الحلبة كلها دلوقتي بتسكت لان رومان رينز دخل وفضل ساعتين بيتمشى لحد ما وصل الرينج. طلع عمل الشويتين بتوعه سوبرمان بانش وسبير والكلام ده، ويطلع لك ميس في السكه وبيعمل لقطه مع سوسو انه يعيد الاغنيه، لكنه بيغدر بسوسو عشان بعدها يدخل له جيكوب فاتو. حلو بقى، يلا بقى. ورقم 29 يبقى اورتن، وانا هنا قلت يلا بقى هتولع. ومين رقم 30 يا ترى؟ الاقي لك انه جونسر، وهو محروق اصلا لينا يعني انا كنت عارف انه كده جونسر. وحرفيا يا جماعه برستيج رقم 30 اتدمر واتهان بكرامه اللي خلفوه الارض في اخر 10 سنين تقريبا، عشان بعد هري كتير. اهم حاجه حصلت فيه هو كودي كتر على اورتن بالغلط من كودي. جيكوب بيبقى هيقصي كودي، لكن كودي يمسك الحبل عشان كلايمور من درو ماكنتاير تقصي كودي رودز واستذهول جيكوب اللي مش بيستمر كتير عشان رومان يقصي جيكوب. وبعدها رومان بيخلصنا من سوسو عشان يبقى 4: راندي، جونسر، رومان ولوجان بول، ويمسكوا في بعض كل 2. رومان بيقصي لوجان RKO على رينز، لكن جونسر يقصي راندي عشان يبقى جونسر ورومان. وبعد شد وجذب رومان بيرمي جونسر، ورومان بطل الرامبل 2026 زي ما انا توقعت. وبس كده يعني، معرفش، بس نزال مخيب جدا، ونتيجة عليها جدل كبير جدا. اكيد النتيجة احسن من السنة اللي فاتت لان مفيش اوحش من جاي اوسو، لكن برضو في جدل على حوار، لكن يعني رومان رينز ما يستحقهاش. هو عمل جدل الصراحه بحوار المقمع ده، ويعني ممكن يبقى محمس، لكن انا بالنسبه لي خلاص كفايه. وحوار كودي وراندي حلو، ويا رب يتم استغلال اللي حصل ما بين كودي وراندي دوت. في سيناريوهات كتير اتفتحت من الرامبل ما عدا لبروك ليزنر. ما فيش سيناريو اتفتح له خالص، لكن ممكن يلزقوه مع اوبا وخلاص، ما اعرفش. بس انا الرامبل ماتش سيء
نتيجة عليها جدل، سيناريوهات اتفتحت كويسة. ده اللي اقدر اقوله على الرامبل 2026. وبس كده يعني، ده كان الفيديو. هو كان فيديو خفيف. والله يا جماعة بصوا، رأيي في الرامبل. تعالى نتكلم عن الرأي بقى بعد ما قلنا الكلمتين. تعالى نتكلم في الرأي في الرامبل. انا ايه رأيي في الرامبل؟ رسيت السكريبت على فكرة، بتكلم خلاص لوحدي دلوقتي. الرامبل هي كماتش وكعرض كامل هي أسوأ من الرامبل 2025 بالنسبة لي. رامبل 2025 أنا شفت فيها ماتش كودي وكيفن، كان ماتش أسطوري. ماتش الرامبل نفسه كان حلو وكان فيه لقطات حلوة، ويعتبر هو فتح لك الطريق للمين ايفنت الأول في ريسل مانيا، العداوة الثلاثية اللي حصلت ما بين بانك وسيس ورومان. انت الدنيا ماشية معاك بإيه؟ ماشية إن رومان يا جماعة رايح على بطولة العالم. رومان مش رايح على بطولة الاتحاد يا جماعة، رومان رايح على بطولة العالم، والاخبار كلها ان رومان رايح على بطولة العالم. الكلام ده سابق لاوانه انا عارف، لكن هي باينه. رومان رايح لبطولة العالم. راندي ايه مصيره في المنيا؟ محدش يعرف. بروك ليزنر ايه مصيره في المنيا؟ محدش يعرف. إيليا دراجونوف ايه مصيره في المنيا؟ محدش يعرف برضو. جيكوب فاتو انا معرفش هيكسب التشامبر او هيلزقوه كتالت وخلاص مع كودي ودرو. هو في غموض كبير. يعني النهارده الحلقه دي تتسجل يوم الاثنين، فاحنا في عرض الرو هيكون مفروض يعني نزل او كده، هيبقى خلاص اتعرض. عايز اشوف ايه اللي هيحصل وازاي هيتم التعامل مع العرض. هل رومان رينز هيظهر؟ لان رومان رينز لو ما ظهرش انت كده بالنسبه لي انت كده يعني ما ينفعش. ازاي يا جدع؟ هو ممهده ان رومان رينز ما يظهرش. تريبل اتش او تريبل بيتش قال لك ان رومان رينز محتاج ياخد اجازه من الاجازه اللي هو كان فيها عشان يحدد هيلاعب مين. لا يا جدعان كفايه والله. لو هو رومان لو هيكسب عشان يفضل قاعد مفخد في البيت ما يكسبش احسن، وكنت كسب اي حد يستاهلها، لان اكيد في حد يستاهلها عن رومان. ملخصي للعرض: نزال جونسر وايج ستايلز حلو جدا وعجبني، نهايه منطقيه الى حد كبير. نزال درو سامي يعني هو قلت لك هو نزال ميد ونهايه منطقيه ان درو يكسب، ده كان منطقي وطبيعي. نزال رامبل اقل من والله مش هقول اقل من المتوقع، هو ده المتوقع من تريبل اتش. انا بقيت متوقع الاسوأ دايما فخلاص يعني. نزال رامبل متوسط يعني ما فيهوش اي حاجه لقطه حلوه غير لقطه بروك واوبا اللي كسبناه، ان اوبا تقدم تقديمه خطيره وحلوه جدا، ويعني فايز في الرامبل عليه جدل كبير اللي هو رومان. وعلى فكره انا مش بكره رومان رينز، بس اللي هيقول لي انا مش بكره رومان رينز واظن الناس كلها عارفه الكلام دوت، ولو رومان هيظهر فول تايمر يا عم انا موافق، بس لو بار تايمر كان اي حد اكيد احق منه يعني. بس ده كان كلامي عن الرامبل. تنساش تعمل شير والحاجات بتاعت اليوتيوب ديت وبس. ده كان نهايه الكلام. سلام.